السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كورونا موجودة حاليا؟ وهل هاد الروح اللي كاين وهاد المرض اللي كاين الالتهاب ديال الحنجرة، السعلة، السخانة، الدقدقة ديال الجسد، هل هي كورونا فعلا كيف كانت ولا واحد كورونا أخرى؟ وهل فعلا كورونا دابا حاليا موجودة في مجتمعنا ولا لا؟ هذا اللي غادي نقدروا نستطيعوا غادي نعرفوه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. نطلب منكم الاشتراك. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. حقيقة في هذه الأيام الأخيرة كثر المرض ديال كورونا بين الناس، بدليل أن كنديروا بعض الفحوصات للناس على حسب تيست رابيد، تحليل سريع، كنلقاو المريض حامل لهذا الفيروس هذا، يعني بمعنى أنه فيه كورونا. النصيحة ديالي هو أنه الإنسان اللي عنده والدين ديالو كبر في السن مثلا، ولا شي واحد في الدار مريض عيان عنده بعض الأمراض مزمنة إلى غير ذلك، الأفضل يجنب مثلا المصافحة ديالو، الجلوس حداهم إلى غير ذلك، حتى يبرى إذا كان هذا الإنسان هذا مصاب. وبعض الأوقات واخا كيكون مصاب ما كيكونش عليه ديك العلامة ديال الفيروس كما هو معلوم، ومع ذلك يدير حيطة والحذر باش يسببش واحد التفاقم هذا المرض هذا. ودابا كيف ظاهر هو أنه أصبح واحد المرض عادي ينتشر بين الناس، ولكن الإنسان ما يستهنش به، أنه كيأثر الناس اللي يكون فيهم الأمراض المزمنة بحال السكر مثلا، فشل الكلوي، القلب، الضغط الدموي، وكل شيء الناس كيسبب لهم في واحد التعب كبير. كاين الناس اللي عندهم مثلا حساسية الربو، الضيقة إلى غير ذلك. من الأفضل بنادم يدير الاحتياط ديالو، يجنب المسائل اللي كيسبوا لانتشار هذا المرض هذا. لو كان الرواح عادي ولا كورونا ولا أي حاجة، الانسان يدير الحذر والحيطه ويدير الدواء ديالو ويدير اللوازم ديالو، والكمال من عند الله تبارك وتعالى. كلنا ندرك ونعلم ونرى الواقع هو انه كاين المرض شئنا ام ابينا. معظم الناس اللي مرض حاليا مريضين بالسعله، حنجره، خانه، يكون مهلوك، الذات ديالو كتحرقو كامله، حمى البارده، حمى السخونه، فقدان الشهيه. كل هذا الشيء كاين على ارض الواقع وكنشوفوه دائما. وبالتالي ماشي لا هذا الشيء عادي، من كورونا من هذا من كورونا ما هي الا مرض كالامراض اللي كاينه كانت واللي كاينه واللي غتبقى. هو انه الانسان كيخصو كيف غيتعامل مع الوضعيه باش ما يتفاقمش ولا غيدخل شي حاجه واحد الامر ما يعجبوش في الاخير للدار ديالو، لاهله، لولادو ولا لمراتو. بالتالي وجب علينا الحذر والحيطه واتخاذ بالاسباب. والنبي عليه الصلاه والسلام كيقول لك اعقلها وتوكل على الله، ايها الذين امنوا خذوا حذركم، كيف قال الله تبارك وتعالى، يعني نديروا السبب ديالنا على الجول راسنا، ناخذوا بعض الاجراءات الوقائيه، ويقولوا الحكماء الوقايه خير من العلاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.